اليوم راح نديرو سلطة خضراء، ولكن المرة هذه مانيش راح نديرو فيها لا جزر ولا زيتون ولا طماطم. تابعوا معايا نعطيكم الوصفة كاملة. أول حاجة راح نجيبو سلطة، نجيبو معاها زوز حبات من التفاح، نغسلوهم مليح ونقطعوهم بهذا الشكل، ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة، متوسطة الحجم فقط. من جهة أخرى راح نجيبو حبيبات من مكسرات الجوز، راح نديرو الصلصة تاع السلطة تاعنا. أول حاجة راح نحطو جبن صمام وإلا ياغورت ناتور، نزيدو معاه شوية تاع المايونيز، ملعقة كبيرة من المايونيز، وسنينة تاع توم، واللي ما يحبش التوم ينحي خلاص التوم هذا على خاطر يجي قاطع شوية في السلطة. هذه نصيحة، تقدروا تحطوا غير شوية تاع التوم وإلا تتنازلوا عليه خلاص. هنا رشة تاع الفلفل الأسود، نحركوه مليح، تعطينا واحد المذاق رائع. نحطو سلطة الطبقة الأولى، ومن بعد نجيبو شوية تاع الجوز، والطبقة الثالثة راح نديروها بالتفاح هذاكا كنا قصيناه. فقط ملاحظة، هنا تقدروا تقصوه مربعات ولكن بهذا الشكل يجي يمد الطعم أحسن، وحتى في الهضم يجي خفيف في الهضم. نحطو الصلصة اللي درناها مع بعضانا، بهذا الشكل. نعاودو الطبقة الأخرى تاع السلطة. بالنسبة لي أول مرة يشوفوا الفيديوهات تاعي نقولهم مرحبا بكم في قناتي. ديروا جيم وديروا اشتراك، فقط فعلوا الجرس هكا باش تضمنوا أنها الوصفات الكل راح تلحق ليكم. هنا الجوز تقدروا تحطوا حتى قيس 5000 فقط ولا 10,000 تاع جوز، يعني مش مكلفة. نعاودو نحطوا طبقة خلاف تاع التفاح هذاك الأخضر، وأخيرا راح نحطوا القليل فقط من هذيك الصلصة اللي درناها بهذا الشكل. وأهم شيء أهم شيء هي اللمسة تاع العسل من فوق. هنا ملعقة صغيرة فقط وأنا حطيت غير شوية. شاهدكم في الجنة يا ربي، وإلى اللقاء.